البنطلون هو من المصائب التي أصابت المسلمين في هذا الزمان بسبب غزو الكفار لبلادهم وإتيانهم بعاداتهم وتقاليدهم إليها وتبني بعض المسلمين لها. وهذا بحث يطول أيضا، لكني أقول بإيجاز إن لبس البنطلون فيه آفتان اثنتان. الأولى أنها تحجم العورة، وبخاصة بالنسبة للمصلين الذين لا يلبسون اللباس الطويل الذي يستر ما يحجمه البنطلون من العورة من الأليتين بل وما بينهما في السجدتين. وهذا أمر مشاهد مع الأسف لا سيما في صلاة الجماعة. يسجد الإنسان فيجد أمامه رجلا مبنطلا إن صح التعبير، فيجد هناك الفلقتين من الفخذين، بل وقد يجد ما هو أسود بينهما، ما هو أسود من ذلك. هذه الآفة الأولى، أن البنطلون يحجم العورة، ولا يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يلبس أو تلبس من اللباس ما يحجم عورته أو عورتها. وهذا كنت مما فصلت القول فيه في كتاب حجاب المرأة المسلمة. والآفة الأخرى أنها من لباس الكفار، ولم يكن لباس البنطلون أبدا يوم ما في كل هذه القرون الطويلة من لباس المسلمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فسلم عليه فقال له: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ولذلك فيجب على كل مسلم ابتلي بلباس البنطلون لأمر ما أن يتخذ من فوقه جاكيت طويل أشبه بما يفعله بعض اخواننا الباكستانيين أو الهنود من القميص الطويل الذي يصل إلى الركبتين. هذا في الواقع مما يخفف من تحجيم البنطلون لعورة المسلم.